بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم سيد بدرية من هوليوود كاليفورنيا. النهاردة عاوز أتكلم على السينما المصرية، بما إن في زوبعة على موضوع السبكي والسينما السبكي. فخليني أقول لك أنا الحدوتة اللي هي 90% من الصحفيين والممثلين والقائمين على السينما بيخافوا يتكلموا فيها، لأن ممكن السبكي بجبروته يقطع عيشهم. أنا ربنا كرمني وعيشي موجود بعيد عن السينما المصرية، فخليني أقول لك الحدوتة بالظبط. السبكي مش المشكلة. عارفين مين المشكلة؟ القائمين على السينما المصرية، اللي هم الموزعين، اللي هم أصحاب السينما، الشركات الكبيرة المعروفة، وكلنا عارفين مين يملك السينما في مصر. بيقعدوا مع السبكي وبيمولوا السبكي عشان يعمل الأفلام، لأن الأفلام دي الوحيدة اللي بتعمل فلوس. كتير ناس بتقول لي طب ما تيجي تعمل فيلم في مصر، بما انك انت قاعد تتكلم ولسانك طويل، والسينما وتعلمت في امريكا وعملت افلام مع الباتشينو وجورج كلوني واشتغلت مع اكبر مخرجين في العالم. طب ما تيجي يا عم تعمل سينما. عارفين لو عملنا دعاء الكروان النهاردة مش هياخدوه، الموزع مش هياخده، لأن الموزع متفق مع السبكي إن هو يديله السينما في العيد جارانتي 100%. السبكي أخد كل الصلاة اللي في السينما في العيد، والموزعين متفقين معاه وهو بيعمل الفيلم. فلما نيجي نتكلم ما نتكلمش بس على السبكي، نتكلم على الناس اللي بتملك السينما في مصر والموزعين في مصر، والفلوس بتاعت السينما في مصر هي اللي مخلى السبكي يعمل اللي هو بيعمله. انتوا عارفين احسن افلام اتعملت في السينما المصرية من الخمسينات للسبعينات؟ الدولة هي اللي عملتها. يعني فيلم شيء من الخوف، ويعتبر من الأفلام اللي تتعدى على الصوابع إن هو فيلم عظيم. الدولة اللي عملتها. أحسن فيلم، وفي ناس كتير في مصر ما تعرفوش، اللي هو الموميا بتاع شادي عبد السلام، اللي أنا كنت من الناس الأولانيين اللي يطلبوا بالترميم، والحمد لله ترمم. فيلم الموميا بيعتبر من أحسن 10 أفلام في العالم من بداية السينما لغاية النهاردة. عارفين مين اللي أنتجه؟ الحكومة. الحكومة ليها دور كبير جدا 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 في إعادة بناء الثقافة في مصر. الحكومة ورئاسة الجمهورية، دايما أقول كده، بتعمل الحاجة السهلة. حفر القناة سهل، لكن إعادة بناء الشعب المصري ده صعب. احنا عارفين اتربينا على مين واحنا صغيرين ونيجي نتفرج على التلفزيون؟ الشعراوي، حسين عبد القدوس، الناس العظماء اللي كتبت للسينما المصرية، زي يحيى الحقي اللي كتب المصطبي، طه حسين كتب دعاء الكروان. المشكلة مش السبكي، المشكلة الناس اللي بتملك السينما. وليا صديقة، أعتبرها صديقة، الأستاذة الكبيرة إسعاد يونس، تملك سينمات كتيرة، ما عادتش بتنتج لأن بتعمل السهل، تبيع وتأجر
السينمات للسبكي اللي هو بيدخل. المشكلة مش أفلام السبكي، لأن في أفلام في جميع أنحاء العالم شبه أفلام السبكي، بس ما فيش صاحب سينما أو شركة سينمائية بتسمح له إنه يحط الأفلام دي عندها، يحطوها في أفلام سينمات نص كم وفيديو وكلام من ده، في كل حاجة في السينما. المشكلة اللي لازم الحكومة ورئاسة الجمهورية تبدأ تعمل الصعب، تعمل قرارات، وتكون قرارات تساعد الإنسان المصري، مش أصحاب المال، مش الناس اللي لهم قوة. ايه اللي بيحصل في التلفزيون المصري؟ شخير وقلة أدب ولسان طويل. ايه ده؟ يعني تحس ان احنا مش احنا الشعب اللي انا اتربيت عليه، مش هو الشعب اللي انا بتفرج عليه دلوقتي. لابد من إعادة بناء الشعب المصري، وده تكون مهمة كبيرة، بما اننا ما عندناش مجلس شعب ولا مجلس أمة. يبقى احنا بنتكلم على الحكومة ورئاسة الجمهورية، لان هي اولياء امورنا لوحدها. لازم يبقى في قرارات، ان مفيش لفظ خارج بيطلع، لانه لازم يبقى القانون اقوى، مش تبقى غابة ومهتمين اللي احنا نشتري سفن ونفحر قناة ونعمل حفلات وهوسة. لا، السينما المصرية كانت بتروح لمهرجان كان قبل 56 ب3-4 أفلام، وما كانش خطأ. لكن دلوقتي السينما الفلسطينية الصغيرة بتروح الأوسكار كل سنة، وتتقدم على الأوسكار كل سنة، وتدخل وتكسب إن هي تبقى نومينيتد، اللي هي يبقى من 5 المختارين. السينما الفلسطينية، السينما الإيرانية، عكننكوا بقى السينما الإسرائيلية، اللي هم هناك بيتفرجوا على أفلام قديمة كل يوم خميس، أفلام العظيمة. السينمائيين الإسرائيليين اللي احنا مش عاوزين نشوف أفلامهم اتعلموا من السينما المصرية، زي الناس اللي في المغرب اللي بيكسبوا مهرجانات اتعلموا من السينما المصرية. السينما المصرية من أعظم السينمات في العالم، ولكن احنا سيبناها للسبكي وأصحاب السبكي والشركات اللي بتسمح للسبكي يحط أفلامه، الشركات الكبيرة والأسماء الكبيرة. كان زمان في آسيا، في مجدة الصباحي كانوا بينتجوا، مديحة يسري كانت بتنتج. شوف الأسماء إزاي، شوف الجمال إزاي. دلوقتي مين اللي بينتج؟ وما تقدرش تجيب فيلم نظيف جدا جدا في السوق المصرية، لأن مش هيسمحوا لك إن هو يتعرض. أنا هختم بإني أقول السينما المصرية لما جت تتبنى في بدايتها، لما طلعت حرب جه يبنيها، عارف عمل إيه؟ خرج بره، جاب المصريين اللي بره زي رائد السينما محمد بيومي، جابوا من أوروبا محمد كريم، الأجانب العرب اللي كانوا شغالين في السينما العالمية بره، وجابهم مصر، وبالأجانب الموجودين في مصر، ومسيحيين، درزيين، يهود. السينما المصرية كانت عبارة عن سينما أمريكية، كله شغال فيها وكله كان يبدع.
شوف انت في الابيض الاسود في الاخر خالص في التتر كلهم مصريين بس اجانب الجنسية والدين. المشكلة مش السبك يا سادة، المشكلة اللي مفيش في قانون بس ما بيمشيش، لأنه بيخافوا من هوهوة اللسان الطويل اللي بيطلع ويشتم. عاوزين تصلحهم؟ نعمل الصح ونعمل الصعب لإعادة بناء الشعب المصري زي ما أجدادنا دلوقتي، أجدادنا لأنه انتوا شباب، عملوه في 56 ومن 67 ل 73 لما رفضنا الهزيمة وعملنا الصعب وقدرنا كلنا، لأننا كنا في خندق واحد. دلوقتي احنا كلنا في خندق واحد ضد الفساد المرئي. أنا عارف اللي ناس هتهاجمني، ولكن أنا بقول اللي عندي، لأن أنا مصر أصيل وبحب مصر وقلبي خرجت من مصر زي ما بيقولوا، مصر ما بتخرجش مني. قشطة عليكم. نسيت أحيي الشعب البورسعيدي وأحبابي في بورسعيد. قشطة عليكم. سيد بدرية من هوليوود بقول لكم نعمل الصعب لإعادة بناء الشعب المصري عشان يرجع عظيم. والمهمة الناس هتزعل قوي إن رئاسة الجمهورية في الموضوع ده ما بتتكلمش. لا، عشان ما عندناش مجلس شعب. احنا بنقول لك سيادة الرئيس عليك العتق للحفاظ على الهوية المصرية بما إنك الوحيد اللي بتحكم. شكرا.